منكرة للسنة. ها؟ منكرة للسنة. منكرة للسنة، ايه يعني كافرة. طيب خلينا نحاورك معناتها. تفضل. طيب عندي حديث لو تكرمت. قبل الحديث خلينا نأصل للحوار. تمام. تفضل. ما معنى قول الله عز وجل في أو ما زال هذه الآية، خليها بعدين. أول سؤال نسأله لك. طيب المفروض أنا ما تقدمت الجواب بالسؤال في الحديث، لا؟ لا أنا اللي أسأل. السؤال هو كالتالي: المرأة الحائض وفقا للقرآن الكريم، المرأة الحائض وفقا للقرآن الكريم هل تصوم وتصلي؟ وإذا كانت تصوم وتصلي هل تقضي صيامها وصلاتها أم تقضي صيامها فقط؟ والجواب من القرآن فقط، لأنك منكرة للسنة. تفضل جاوبي. أول شيء يا أستاذ الفاضل، صعدت عشان أسألك في حديث وغيرت المجرى كما تفعل مع كل الإخوان، ولكن مع ذلك ما في مشكلة. لا غير صحيح هذا. لحظة. تفضل. أولا أنا قلت من يريد حوارا أو يطرح سؤالا. أنت منكرة للسنة، ولا بد في قاعدة تقول ثبت العرش ثم انقش. يعني أنت تريدي أن تسألي عن حديث النبوي وأنت أصلا مش مأصلة للحوار. التأصيل للحوار يكون ثبت العرش ثم انقش. لذلك أنا سألتك سؤالا، بما أنك أنت تتخذين فقط القرآن الكريم مرجعا وتنكرين السنة النبوية، فسألتك سؤالا يؤسس للحوار، ألا وهو السؤال. سمعتي السؤال أم أكرره لك؟ لا سؤالك مسموع جيدا يا أستاذ الفاضل. نعم تفضل. ولكن ما دام أنك قلت كافرة ومنكرة للسنة، فأنت ملزم أن ترد لي على الإنكار الذي أنكرته، ولكن قلت لك ما في مشكلة. ردي على السؤال تفضل. سؤالك مسموع. يعني أنا إذا أعطيتك إجابة فهل إجابتي هذه سوف تثبت لي بها السنة؟ ردي على السؤال. ايوه طبعا راح ارد لك على السؤال. طيب الشيخ الفاضل سألني كوني كنكرانية، قال لي هل إذا كنت حائض هل سوف تصلين؟ ثم قال لي هل إذا كنت صائمة وحائض هل سوف تصومين؟ أقول لك يا أستاذ الفاضل، أنا عندي أن الحيض هو مرض، والله سبحانه وتعالى في الصيام قال ومن كان منكم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشيء الثاني بالنسبة لي كمنكرة للسنة، الصيام ليس فريضة وإنما هو مستحب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، خليني أكمل. سننتقل لحظة خليني أكمل. ما أكمل. لا تغيرين المواضيع. قالت أن الحيض مرض. أعطني آية واحدة في القرآن تسمي الحيض مرض. جاوبي من القرآن. أعطني آية واحدة تسمي الحيض مرض. يلا. جميل جدا. سنجيبك بقوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الأفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال ومن كان منكم مريضا، فكوني كامرأة أعي جيدا أن وكل امرأة تعرف أن الحيض مرض. سؤالي واضح. وهذا السؤال ليس سؤالي واضح. أعطني آية تسمي الحيض مرض. ما لي علاقة بك. طيب هدئ نفسك. لماذا تنرفزت؟ كونك امرأة اهدئي قليلا. لا تحطوا لي ميوت. أنا هادي. بي كوايت. سؤالي واضح. مش أنت مرجعك القرآن فقط؟ هاتي. أنت بنيتي أصلا مبنى خطأ أصلا كارثي. فقلتي سألتك أنا هل المرأة الحائض تصوم وتصلي؟ أعطيني آية من القرآن هل هي تصوم وتصلي أم لا. ما أعطيتيني آية. جئتي بمعنى من رأسك وقلتي أن الحيض مرض. الحيض مرض. سألتك سؤالا، أعطيني آية في القرآن تقول أن الحيض مرض. عندك آية تفضلي، ما عندكش اسكتي. لماذا؟ لأن بكل بساطة أنت مفروض مرجعك القرآن فقط، لا تستدلين بخارج القرآن الكريم، وإلا هكذا مش حتكوني نكرانية. فأجبي على السؤال، هل عندك آية واحدة تقول أن الحيض مرض؟ جاوبي. أنت هدئ نفسك وتكون عندك الجرأة كما تحاول. أنا في غاية الهدوء. هدئ نفسك. ليش تحطني أنا في غاية الهدوء وفي غاية الجرأة، ولذلك أسألك أسئلة جريئة جدا. جاوبي على السؤال. أعطني آية تسمي الحيض مرضا. جاوبي ولا تطيلي لسانك، لأنك أنت بدأت تتهربين. أنت عارفة أي واحد يطيل لسانه هنا أنزله من البث، فأنت تحاولين الآن إطالة لسانك لكي أنزلك من البث وتتهربين، صح؟ جاوبي بشكل مباشر، دعك من التعليقات الجانبية. أعطني آية تسمي الحيض مرض من خارج القرآن، لا تأتين بأي شيء. يلا هاتي. مش أنت سميتي الحيض مرض؟ أتحداك أمام 10,000 واحد الآن تأتيني بآية في القرآن تسمي الحيض مرض. أتحداك. جاوبي يلا.
بسرعة جاوبي على أنا طول. قلت هاتي لك الآية على لا طول. تتنرفز، وأنا إنسانة جدا هادئة، لا تتنرفز يا أهدأ شيخنا منك الفاضل. أنا، أهدأ منك، أهدأ منك. يلا جاوبي. يلا لا أعطيني تتنرفز، آية، لا أعطيني تحط آية، ميوت. يلا أعطيني آية. طيب، قلنا للشيخ الفاضل كوني كمتدبرة في القرآن الكريم وأنا امرأة أعلم أن الحيض مرض، واستدليت بالآية قلت الكريمة لك هاتي سنريهم آية، آياتنا في الآفاق هاتي وفي آية، أنفسهم حتى هاتي يتبين له آية، الحق. هاتي. اكتم عليها ومن الصوت يا كان فضل، منكم مريضا اكتم أو على عليها. هاتي ما آية، عليك، ما هاتي آية، ما تتهربيش. شفتوا كيف تهربت؟ عليك يا لا امشي كبسي تحت، نفسك في الرفاي. امشي كبسي تحت، امشي. يلا لما تحصلي آية تقول أن الحيض مرض يا مريضة تأتين بها. قلت لك كوني متدبرة للقرآن، تحسها مدبلجة في رسوم شو اسمها هذه، في سبيستون. هاتي آية صريحة تقول أن الحيض مرض. ايش دخلني بك متدبرة ولا متنكرة ولا متبدرة؟ سؤالي واضح، لو تملكين آية لأتيت بها مباشرة، إلا أن هروبك يا سلفوعة يدل على أنك لا تملكين آية. شفتوا السؤال كيف أعجزهم يا إخوة؟ هذا السؤال يعجز كل منكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالنا نكرره يا إخوة عشان يفهموه. قلنا لمنكرة السنة هذه التي كفرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سلفوعة هذه، سألناها سؤال: أنت منكرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، مش جميل بس يعني هكذا كلام. أنت كامرأة حائض، هل مطلوب منك الصلاة والصيام أم ليس مطلوبا منك الصلاة والصيام في أثناء حيضك؟ كونك منكرة للسنة النبوية، هاتي آية من القرآن تقول لك عن الحائض هل تصوم وتصلي أم لا، وما حكم الحائض إذا صامت، إذا لم تصم ولم تصلي ماذا تقضي؟ هل تقضي صيامها وصلاتها معا أم تقضي فقط صيامها؟ فجاوبت هي وقالت أنا عندها هي مع أساس هي لها شأن يعني طبعا، قالت أنا عندي الحيض مرض، والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا جاءتها الصاعقة: هاتي آية في القرآن تقول لك أن الحيض مرض. هل سمعتم إجابة؟ هل سمعتم منها إجابة؟ ولن تسمعوا إجابة أبدا. بدأت تلف وتدور: هاتي أنا كوني متدبرة للقرآن. ايش دخلني بيك أنت متدبرة ولا غير متدبرة؟ طلبنا منك آية تقول أن الحيض مرض. طبعا الحيض ليس مرضا يا إخوة، الحيض ليس مرضا، ولا سماها الله سبحانه وتعالى مرض، ولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرض. هو شيء يحدث لبنات حواء، طبيعة في بنات حواء فقط.